لقاء وموعد مع مشاهير النجوم. والنهاردة معنا النجم الجميل صاحب البسمة الجميلة، الفنان سليمان عيد. هتسيبنا لمين يا حسن؟ ولاد الحلال كتير. انا رقمي 010 20 20 213. يا راجل عيب عليك، ده الراجل لسه ما اتدفنش. هتنسيه بس اوعي تنسي الرقم. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الفنية وأجمل مشاهد كوميدية له. ولد الفنان سليمان عيد يوم 17/10 عام 1968، وهو من مواليد محافظة الجيزة منطقة إمبابة. بدأ حياته الفنية عام 1987، وهو فنان كوميدي قدر إنه يثبت وجوده بسرعة هائلة في الكوميديا رغم وجود كثرة الفنانين الكوميديان في الساحة الفنية. شعبان راجل وشوشو عارفة إن أنا راجل. شعبان راجل رقصوني فرحوني دي الليلة أحلى ليلة الليلة دي ليلة كليلاني قول لي الهم لأ ودي الفرح زقة قول لي الهم ادي الفرح هي مرة نعيشها مرة هي مرة مش هتيجي تاني كله يرفع ايده يلا. حاصل على بكالوريوس تجارة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان أول أعماله فيلم الإرهاب والكباب عام 1987 مع النجم عادل إمام. أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل 3 دقائق. ده راجل غلبان قوي، كل 3 دقائق يقتلوه. يا صبروا طولة بال والله. وبدأ يعرفه الجمهور من هذا الفيلم، وأصبحت الانطلاقة الحقيقية له، وقدر يصنع لنفسه كاريزما خاصة به، وحصل رصيده الفني إلى أكثر من 150 عملا فنيا في السينما والتلفزيون والمسرح حتى الآن، وأصبح من أشهر نجوم الكوميديا في عصر السينما الحديث. يمي خاف يا عيد. يمي قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. السلام عليكم. استنى عندك، تنساش تدفع الإيجار بكرة. نعيشنا لبكره حتى لو مت تسيبهولي تحت المخدة. سليمان عيد متزوج من خارج الوسط الفني. والله العظيم اصل هي ماما بقى عم بوثق بحدا ولا انا عم تطلع حقيقية حلوف. والله اصليه اهو. طيب خلص صدقت. طيب يا جماعة، أنا قررت أقول لكم خبر كتير حلو. أنا قررت أترك الفن أتجوز سليمان عيد. لك شو بك يا عمي أنت كمان انتبه على الأرض. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن النجم الجميل سليمان عيد صاحب البسمة والضحكة الجميلة. أنا قلبي عليكي يا كلبة، يا سافلة، يا واطية، وبقول لك حاسبي، أنا قاتل قبلك صفية وسالمة ونعمان. يلا يا جماعه وهجيبك. عارفة ليه؟